ال 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 السنه الاولانيه نجاح كبير جدا جدا واستقبال رهيب. السنه اللي بعديها حصل هجوم كبير جدا من الحلقه الاولى على مربوحه، على رحمه احمد. شفتي الهجوم ده ازاي؟ استقبلتيه ازاي؟ اتخضيت ساعتها. بس بعد كده قفلت السوشيال ميديا وقررت ان احنا كنا لسه بنصور، كنا لسه شغالين في تصوير المسلسل. وقررت انه لا يعني انا هنعزل عن الحاجات دي. بس اتضايقت طبعا ساعتها، لان انا يعني دي كانت اول مره بالنسبه لي الاقي ومش لاقيه سبب. يعني انا الاسباب بالنسبه لي مش فاهماه. بس احنا كنا ايه يعني، انا برضو من الحاجات اللي كانت بتهون عليا عندنا تفصيله، انا بضحك على ضحكك على فكره رحمه والله يعني عندنا تفصيله كده في المسلسل انا ومصطفى غريب وحاتم صلاح، انه اول واحد بيظهر في المسلسل هو اللي بيشتم. والله العظيم اول واحد تصادف كل مره يعني السيزون الاولاني. قولي بقى، يلا قولي. مش عارفه هينفع اقول ولا ينفع عادي. هينفع جامد ولا والله ينفع جامد. لا ينفع جامد ولا ينفع نص. لا ينفع جامد. لا ينفع زي المرور وكده لا ولا ايه؟ لا ينفع جامد. بص احنا ايه، اول سيزون اللي هو سيزون 6 ده، ايوه احنا كنا جداد، انا ومصطفى غريب وحاتم صلاح. أيوة. كنا جداد في المسلسل. فاول واحد ساعتها تقريبا ظهر، اول واحد مننا ظهر كان مصطفى غريب. تمام. مش عارفه هينفع اقول ولا لا ينفع. بص هو الشتم جامد قوي. الشتم شتيمه مصطفى غريب بس. فاحنا انا وحاتم كنا بنضحك جدا، فكنا بناخد سكرينات من كومنتات الناس ونبعتها. والله انت جاحده. مش قادره كنا نبعتها له عشان احنا المفروض نهون على احنا اصحابه. عشان الناس بتشتم شتيمه غير مبرره وعلى حاجات غريبه. يعني مثلا مش تمثيله وحش، مش تمثيله وحش او حاجه، مثلا ايه حد دخل شتم في شعره فانا بضحك وشتايم بالاب والام، شتايم صعبه يا ابني كذا. فبعدين اللي بعديها برضو شتم حاتم صلاح. ده انت صدغ وايه فرق الشعر. اتشتم واوسخ شتيمه. وانا ساعتها كان طبعا الناس حاتم صلاح ساعتها برضو ظهر بعديه وايه شال الليله بعديه اتشتم بقى. كنا بندخل فيه جروب كده مش عارفه اسمه ايه كده بتاع المسلسلات بيدي نقد، يعني ده مش نقد مش شتيمه. كنا بنعمل جوين على الجروب عشان ناخد سكرينز من الكومنتات اللي بتتكتب وتبعتوها له ونبقى شتايم بقول لك رهيبه، حاجه تدمر نفسيه اي حد. وتبعتوها له وبنضحك بنبعتها بضحك. فجه في يوم مصطفى غريب كان ساعتها ربنا كرمني بقى والناس اتبسطت بيا قوي بتاع، فكنت بتريق بقلب جامد. ما اللي حصل فيا مش شويه والله السنه اللي بعدها. المهم ايه، رحت له التصوير يوم، ما كانش عندي تصوير اليوم ده في الكبير، ورحت له مخصوص. ماشي. مصطفى غريب لقيته قاعد عمال عايز يكريت، يعني بيكريت وقاعد مع استاذ مكي واستاذ جندي بيركب افيهات وبتاع، فعمال يقول. قلت له مصطفى عمال تقول خلاص مش لازم يعني تكريت، انت كده كده بتشتغل. اقسم بالله لحد دلوقتي شايل لي الموضوع ده. انت ازاي جحده كده؟ انت ما تحاوليش عليا ازاي، حرام عليك. وزعل بجد قال لي ليه كده، ليه تدمري نفسك؟ قلت له انت مش شايف الكومنتات، مش شايف الناس بتشتمك ازاي؟ انت مجنون. تعامل بقى مع الموضوع. جينا السنه اللي بعدها انا بقى خدت في وشي الناس بقى ايه ابتدوا بيكي. فاحنا فقلنا مين هيبدا السنه دي؟ دي رحمه اول زور، هي رحمه اول مره. لان انتوا اول 5 حلقات كانت مربوحه.
لا انا قصدي ان آه. اول مشهد لينا مننا احنا الثلاثه اول واحد بيظهر فينا هو احنا بنقول هو اللي بياخد اللي ايه اللي وش على وش القفص، القفص وش القفص. فاهم. فبت... فبنبقى خايفين جدا اول واحد يظهر، يعني بنبقى خايفين بنقعد نسال بقى استاذ جندي طول المسلسل يعني طول التصوير مين اول واحد هتحطه في الحلقه مين اول مشهد احنا هنضحي بالله. بيه. ما بيقعدش يقول لحد ايه ما بنعرض المسلسل. والله ما بتبقوش عارفين. لا لان احنا بنصور متلخبط، ماشي. بس طبعا استاذ جندي بيبقى عارف بس ماشي. ما بيرضاش يقول بيسيب لنا ايه مفاجاه. فجيت السنه اللي بعدها حصل الحمله اللي هي بتاعت الصوت العالي وبتاع مش عارفه ايه، طبعا حسيت ايه احساس مصطفى غريب. فجاي قال لي ما تزعليش بس دقتي بقى دقتي بقى اللي انا فيه. فابتدى هو ياخد برضه سكرينات ويبعتها يعمل نفس اللي انت عملتيه، نفس الكاس يا باشا، من حفر حفرة لاخيه، الزمن على طول بيلف ويدور. جينا بقى في الثالث لما جينا صورنا اللي هو الثامن مم. كنا قلقانين بقى يا ترى مين اللي هيظهر الاول، مين اللي هيظهر الاول عشان اهش يظهر الاول. بس الحمد لله كل ده بيعدي يعني، كل ده بيعدي. بس دي حاجات حلوه جدا جدا يعني، في الاول في الاخر بتدل على انه العلاقه عميقه قوي ما بينكم وما بين بعض. اصل لا الكبير واضح، ده لا واضح، اسره لا واضح العلاقه عميقه جدا قوي بنحب لدرجه بعض ان قوي، اللي بنتمنى بيقع الخير لبعض. بنذبحه بنذبحه ده اللي بيقع بندوس عليه وما بنفكرش ازاي ان احنا نهون عليه. فتمام. ما عندناش الموضوع ده في قاموسنا، لا